السلام عليكم. يلا بينا نعمل طاجن الكوارع. بنحضر الطماطم بتاعتنا والبصل بتاعنا والفلفل. الفلفل هي عامة بنعملها بفلفل حامي. ما بتاكليش حامي هتعمليها بفلفل بارد. اي فلفل عندك موجود او الوان هتحطيه مفيش مشكلة. كده احنا جهزنا حاجتنا. خد البصلاية بنحطها في معلقتين زيت او 3 4 معالق زيت بالكتير، عشان كده هي بتبقى سمينة هي والشوربة بتاعتها. بنقلبهم لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل. نبتدي بعد كده نحط الطماطم برضو مع التقليب، واحنا برضو بنقلب بنحط الفلفل، بيمتزجوا كلهم مع بعضيهم. بعد كده بنحط الفلفل الاسود بتاعنا، بنحط الملح، بنحط الشطة، بنحط كمون، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، وكل ده مع التقليب. بعد كده بنحط معلقة صلصة، وبنحط نص معلقة سكر، عشان السكر بيظبط الحموضة بتاعت الطماطم وبتاعت الطعم ما شاء الله. بعدين بحط معلقتين شوربة من شوربة الكوارع، ونسيبهم يغلوا. اخدوا غلوة كده اهوت، بنكون احنا مجهزين الكوارع ومقطعينها، ونحطها معاهم وياخدوا لهم غلوة مع بعض. بنكون محضرين الطاجن او الصينية او اي حاجة هندخلها الفرن، بنحط الخليط ده كله فيها. سهلة جدا طالما الكوارع معاكي مستوية ومقطعاها. خلاص الخلطة كلها سهلة ما شاء الله. بنجهزها كده مع بعضها، وبعد كده بندخلها الفرن، بتاخد تحت الشواية. عايزة اقول لكم كمان ان الكوارع دي جميلة جدا. المكون الاساسي بتاع الكوارع دهيت فيها مادة الجيلاتين. عايزة اقول لكم ان المادة دهيت فيها مادة الكولاجين المفيدة للجسم وللعظم وللجلد كمان. كده طلعناها وما شاء الله ريحتها جايبة لآخر الشارع، وربنا يحسن ما بين ايديكم.